السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ مرحبا بكم معايا من جديد في روتينات بين البيت والعمل. اليوم رايحين نقدموا هذه الوصفه اللي راكم تشوفوا فيها في الصور، كراتان بالبطاطا ونصف صدر دجاج فقط. تنقي البطاطا تاعك وتقطعيها دوائر، ديري لها الملح وتقليها طبعا، ثم تروحي توجدي نصف صدر دجاج اللي عندك وتتبليه كما راكي تشوفي في الصوره. درت له الملح والفلفل الاسود وتوابل الدجاج السكنجبير والثوم بودره، وخليته يترقد شويه، ومن بعدها درته في المقله. هنا حسيت روحي بلي الزيت في المقله، قلعت شويه زيت وخليته يتقلى مليح. بعد ما تقلى لي ما نخليش يبس لي وينحرق باسكو باش ما تجينيش الكراتان يابسه. قلعت البطاطا وقلعت اللحم، نفس الزيت او نفس المقله اللي استعملتها للحم درت فيها لاصوص بلونش. درت الكريمه السائله ونصف كاس حليب، يعني على حسب الكميه اللي عندك، البلا اللي غادي تستعمليه قداش. ودرت فيها ربع حبات تاع الجبن، ودرت فيها الفلفل الاسود والثوم بودره فقط. ما بغيتش ندير الملح باسكو الثوم مالح، ولا ندير الملح في البطاطا وفي اللحم. بعد ما كملت صوالحي وجدتهم قدامي باش يجيني الخدمه سهله، حطيت البطاطا في البلا كيما راكي تشوفي، ستفتها ودرت فوقها اللحم اللي كان عندي كاع كميه. البطاطا خليت شويه بصح اللحم درته كاع، ومن بعد درت شويه من هذيك لاصوص فوق هذيك فوق هذاك اللحم والبطاطا عفوا. ومن بعد كي كملت عاود ستفت طبقه اخرى من البطاطا، ودرت فوقها الكميه اللي كانت باقيت لي من لاصوص بلونش. ومن بعد درت الفرماج ربي ودرتها في الفرن الطيب، يعني هنا كل شيء طيب ما يليقش تطول. انا حمرتها شويه بصح كل وحده وش تبغي. انا حمرتها شويه، جات شابه ما شاء الله، وجات من الداخل معسله. هذيك لاصوص اللي درتها في الوسط باش تعطي هذاك التحسل وتجي طريه ما تجيش ناشفه كما راكم تشوفوا في الصوره. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، ونتمنى نكون ما طولت عليكم. اتهلاو في روحكم ومع السلامه.